السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الثانوي، يا رب تكونوا بخير. خلصنا مع بعض الدرس الأول والدرس الثاني من الفصل الأول. النهارده بإذن الله هنشرح مع بعض الدرس الثالث وهو أثر الوجود الفرنسي على مصر. عرفنا الحصة اللي فاتت إن الحملة الفرنسية دخلت مصر وقد إيه عذبت المصريين، والمصريين عملوا ضدها ثورات، وبدأ المصريين إن هم يعملوا مقاومة أهالي الصعيد وثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانيه. ونابليون عرفنا ان هو طلع بالحمله الى الشام، وبعد كده نابليون قرر ان هو يرجع الى فرنسا سرا بسبب النمسا. طيب، فالدوله العثمانيه لانها ظهرت متاخر الحصه اللي فاتت لما راحت عملت تحالف مع انجلترا وروسيا لخروج الحمله الفرنسيه. طيب، الحصه اللي فاتت احنا عرفنا الحمله عملت ايه في مصر. الحصه دي احنا محتاجين نعرف، او احنا هنعرف الحمله عملت ايه من انجازات سياسيه او اقتصاديه او علميه داخل مصر. طيب، ده موضوع حلقتنا النهارده باذن الله. طيب، اولا الحمله السياسيه او الاثار السياسيه. احنا عرفنا الحصه اللي فاتت ان نابليون دخل مصر وبدا ان هو يعمل حمله على الصعيد وحمله على الشام، سواء بقى موقعة ابو قير البريه او حملته على الشام او قير البحريه والحاجات دي كلها. ولكن نابليون في ظل الفتره القصيره اللي هو قعد فيها، سواء كان نابليون او كليبر او مينو، بداوا ان هم يعملوا انجازات في مصر. طيب، زي ايه؟ قال لك رقم واحد الانجازات السياسيه. عملت ايه الحمله؟ قال لك نابليون ده كان عايز يتقرب من الشعب المصري، تمام، ويعرف ما يدور في اذهان الشعب المصري. فانا هعرف اللي بيدور في اذهان الشعب المصري ازاي؟ يبقى انا اجيب المصريين اشغلهم معايا. طب اشغلهم معاك ازاي؟ قال لك احنا هنعمل حاجه اسمها الدواوين، زي اللي معموله في فرنسا اللي نقلت الحكم للطبقه الوسطى. ايه ده؟ يعني كده يا مستر ممكن نقول مبادئ الثوره اتسربت للمصريين عن طريق انشاء الدواوين. بالظبط نفس اللي معمول في فرنسا احنا هنعمله في مصر. طيب، فنابليون كان عايز خدمه الشعب ولا عايز يعرف ما يدور في اذهان الشعب؟ قال لك لا، عايز يعرف ما يدور في اذهان الشعب. يبقى نابليون دلوقتي بيخدم مصلحته الشخصيه. تمام، زي الفل. فانت عندك الحاج نابليون نقل امور الاداره والحكم لانهي طبقه؟ قال لك للطبقه الوسطى. يعني اكتر المستفيدين دلوقتي هم الطبقه ايه؟ الوسطى، سواء كانوا اعيان او علماء. طب ده زي اللي حصل فين؟ قال لك زي اللي حصل في فرنسا. يعني اقدر اقول له ان هنا تسرب مبادئ الثوره. طيب، بعد كده نابليون قال لك والله يا جماعه اللي بيسالوه انت عملت كده ليه؟ قال لهم دي احسن وسيله ان انا اقدر اخطط بها سياسه حكمي. يعني انا هنا بخدم اهدافي الشخصيه. يعني هل المصريين مستفيدين؟ قال لك لا، المصريين مش مستفيدين. ليه؟ لان نابليون بيعمل معاهم اتصال مباشر عشان عشان يقدر يعرف ما يدور في اذهان الشعب المصري. طب هيجي واحد ناصح يقول لي يا مستر طب ما الشعب هو اشترك في الحكم، ولكن الشعب كانت سلطته سلطه سوريه ملوش لازمه. هو انا حاطه زي ايه؟ زي الاضاءه، ليها لازمه؟ اه بتنور. الشعب المصري بقى ما بينورش ولا بيعمل اي حاجه، ملوش لازمه. طيب، فانت عندك دلوقتي الشعب دخل اهوت في الحكم ولكن ليس له سلطه. السلطه بتاعت سلطه ايه؟ قال لك سلطه سوريه. طيب، فهنا نابليون قال لك دلوقتي سلطه سوريه يعني زي الدوله العثمانيه. يعني دلوقتي الدواوين اللي هيعملها نابليون زيها زي الدوله العثمانيه، الاثنين بيخدموا الحكم، او الاثنين بيخدموا الحاكم. طيب، مين اللي دخل؟ قال لك الاعيان والعلماء. مستر نابليون لما جه وكتب في المنشور قال لك ان انا بفضل العلم والعلماء، هو كده نفذ المنشور ولا ما نفذوش؟ قال لك ده كده نفذ المنشور. يعني نابليون هنا نفذ ما قالوا في المنشور من خلال نقل الحكم الى الطبقه الوسطى او الاعيان والعلماء. طيب، اشمعنى الاعيان والعلماء يا نابليون اللي انت هتنقل لهم الحكم؟ اشمعنى الناس دي؟ قال لك الناس دي كان لها مكانه مهمه جدا في قياده الثوره. يعني لو في ثوره هتحصل في مصر الناس دي اللي بتمسك الثوره. يبقى انا دلوقتي دخلتهم عشان مكانتهم السياسيه اللي في الدوله. تمام؟ طيب، فهنا نابليون بدا ان هو يعمل الدواوين مقيده. انت ليك لازمه يا عم؟ لا، مالكش لازمه. انت معايا في الديوان؟ اه معاك في الديوان. بتعمل حاجه؟ لا والله ما بعملش حاجه، بس نابليون مدخلني معاه في الديوان. طيب، فهنا قال لك هو دلوقتي الحكم بقى مع المصريين، يعني اختلف نظام الحكم عن الدولة العثمانية. اهو النظام الإداري في الدولة اختلف. تمام؟ ليه؟ قال لك الفضل بيرجع للفرنسيين لأنهم دخلوا المصريين. طب مستر ما انت قلت لي في تشابه. بالظبط في تشابه. ايه التشابه؟ ان الدواوين هنا والدواوين ايام الدولة العثمانية الاثنين بيخدموا الحاكم.
طيب ايه بقى الدواوين اللي عملها نابليون؟ قال لك اول ديوان اسمه ديوان الاقاليم، ده بيتكون من 9 اعضاء. من كام عضو؟ 9 اعضاء. طيب التسع اعضاء دول مشايخ ووجهاء يعني اغنياء. طيب ايه يا عم المهمه بتاعتك؟ قال لك الديوان ده هنحطه ونقول لهم يا جماعه هو اسمه ديوان القاهره، يعني ديوان العاصمه، فبالتالي هيبص في احوال العاصمه. يعني زي ايه؟ قال لك زي دلوقتي المجلس المحلي، زي المجلس المحلي. طب هل ده ليه لازمه؟ قال لك لا، السلطه بتاعته سلطه سوريه. مستر بيخدم نابليون اهو، بالظبط، يعني شبه الدوله العثمانيه اللي كان الديوان بتاعها بيخدم السلطان. طيب تاني ديوان قال لك ديوان الاقاليم. فين ديوان الاقاليم؟ مستر استنى، قبل ديوان الاقاليم ما تقول، مش اللي كان بيحكم الاقاليم كانوا المماليك قبل ما جه الحمله الفرنسيه؟ بالظبط، يعني ديوان الاقاليم ده اقدر اقول له ان ده بيتشابه دوره مع المماليك بالظبط. طيب احنا بقى هنعمل ديوان لكل مديريه، تمام، او ديوان لكل اقليم، يعني حاليا تشبه ايه؟ المحافظه. طيب بتتكون يا عم من كام عضو؟ قال لك بتكون من 7 اعضاء. يعني ديوان الاقاليم هنا عنده كام عضو؟ قال لك عنده 7، تمام، ولكن الزعيم بتاعه او القائد بتاعه واحد من قاده الحمله، يبقى بيتزعموا ايه؟ ناس من قاده الحمله الفرنسيه. طب دور الاقاليم اهوت مكتوبه بتشبه مع دور مين؟ مع دور المماليك. طيب الاقاليم دلوقتي لسه قايلين بتساوي ايه؟ الاداره المحليه. طيب نيجي نبص ايه هي المهام بتاعتك؟ قال لك المهام بتاعتي النظر في المصالح والشكاوي. يعني دلوقتي الطابع بتاعي طابع اجتماعي، بعمل على فض المنازعات اللي هي مكتوبه، ماشي اهي، فض المنازعات ما بين الشعب، اهي منع المشاحنات. طيب فبالتالي لما يمنع المشاحنات دور امني وعسكري. فتيجي تبص، هو دلوقتي ديوان الاقاليم ده اللي ماسك الدور الامني والدور العسكري، يعني دلوقتي مين اللي ملوش لازمه؟ الدوله، يبقى اخلي بايه؟ بمبدا توازن او سياده الدوله. طيب ديوان الاقاليم كان هو المهتم انه ينزل يلم الضرائب من الشعب. اه دور اقتصادي يا مستر، بالظبط، بس في حاجه تانية، ده كده بيتشابه مع الملتزم وبيتشابه مع شيخ الطائفه، صح؟ صح يا مستر. من خلال ايه؟ قال لك من خلال جمع الضرائب، فبالتالي الدور بتاعه دور اقتصادي وبيتشابه مع طوائف الحرف والملتزم من خلال جمع الضرائب. يعني هنا نابليون كان زيه زي مين؟ قال لك زي الدوله العثمانيه، بيجمع من الشعب، قال لك بيجمع ضرائب من الشعب. يعني الديوان ده بيعمل على زياده ايرادات الدوله لفرنسا، وزمان الملتزم وشيخ الطائفه كانوا بيعملوا على زياده ايرادات السلطان العثماني، تمام، او الدوله العثمانيه. نيجي بقى على ثالث ديوان، قال لك الديوان العام. الديوان العام ده مهم ليه؟ قال لك لانه بيضم اعضاء دواوين القاهره اللي احنا لسه قايلين فوق اللي كانوا 9، والاقاليم اللي كانوا 7، تمام، زائد شويه ناس من الاعيان والشخصيات اصحاب العلم والكفاءه. مستر ده الديوان ده كده كبير قوي، ده شكله اكبرهم، بالظبط ده اكبر ديوان. طيب فهتيجي تبص، قال لك هيتكون من 9 مندوبين اللي هم الزياده، اهو الزياده بواقع كام واحد؟ لا ده احنا محتاجين نشرحها. 3 3 2 1. ده خطه كوره مستر؟ لا ده تقسيم الديوان. طيب فتيجي تبص، قال لك 3 من العلماء، يبقى العلماء دول 3. 3 من التجار، العلماء التجار دول 3. 2 1 او 1 2، يبقى ممكن يكون عندي 2 مشايخ وواحد رئيس عربان، او واحد من مشايخ القرى واثنين من رؤساء العربان. مستر يعني ايه عربان دي؟ يعني العرب، يعني البدو. مستر يعني نابليون كده دخل البدو في الحياه السياسيه؟ بالظبط، عشان يامن من خطر مين؟ البدو. يبقى اول من عمل على ادخال البدو في الحياه السياسيه كان نابليون من خلال الديوان العام اللي هم ايه؟ رؤساء العربان، تمام. فتيجي تبص، قال لك دلوقتي البدو اشتركوا في الحياه السياسيه لاول مره اهو. 1، يبقى انت عندك 3 علماء، 3 تجار، 2 مشايخ قرى، او واحد مشايخ قرى واثنين رؤساء عربان، او 3 علماء، 3 تجار، 2 مشايخ قرى وواحد من رؤساء العربان. يبقى انت دلوقتي الثلاثه دول اللي هم 2 زائد 1 بيتقسموا على مين؟ مشايخ القرى ورؤساء العربان. طيب جه نابليون قال لهم جماعه اختاروا لي كده مين اللي يمسك الحكم. قال لهم اختار مين؟ اختار اللي انتوا عايزينه بس ما حدش هيقول. ايه ده هي سر؟ قال لك اه هي سر. طب سر خلاص، كل واحد اختار الاسم اللي هو عايزه.
فبنبص لقينا الاختيار وقع على واحد اسمه الشيخ عبد الله الشرقاوي، بس هو ده اللي هيمسك الديوان. فبالتالي مين اللي بقى ماسك الديوان؟ الشيخ عبد الله الشرقاوي. كان مين عبد الله الشرقاوي ده؟ واحد من علماء الازهر. تمام. طب الاختيار بتاعه اخترناه ازاي؟ قال لك تم اختياره بالاقتراع السري، وكانت وسيله لاول مره تظهر في مصر، يعني وسيله مستحدثه. فهنا تم اختياره بالاقتراع السري بين ايه؟ الاعضاء. طيب انت بقى ايه مهمتك؟ تعالى. قال لك انا هدرب المصريين. طب هتدربهم على ايه يا عم نابليون؟ هيحاربوا؟ هيلعبوا كوره؟ لا، هدربهم على مجلس الشورى. يبقى ده لاول مره اهو المصريين يتدربوا على مجلس الشورى. ازاي مجلس الشورى؟ قال لك انا هستشيرك وهقول لك ايه رايك في كذا وايه رايك في كذا، وانت قول لي رايك. تمام. الشرح حلو؟ اه حلو يا مستر، جميل جدا. فانا كده بستشيرك صح، بس انا نفسي قلت لا الشرح جميل جدا. فبالتالي انت دلوقتي استشارتك ولا ما استشارتكش؟ عملت لك استشاره، خدت بيها؟ لا ما خدتش بيها. فبالتالي سلطتك ايه؟ سوريه. ده نفس اللي بيحصل هنا. انا يا جماعه هاخد رايكم، بس انا هعمل بيه؟ لا مش هعمل بيه. تمام. يبقى انا هنا بدربهم بس تدريب على ايه؟ مجلس الشورى، من حيث الاستشاره وتلقي الاراء. يعني احنا بنتعلم ولا مش بنتعلم؟ بيتعلموا. يعني الدور بتاعه ايه؟ دور تعليمي ثقافي. يبقى دور الديوان هنا تعليمه ايه؟ وثقافي. مستر الديوان ده كان اسمه ايه؟ الديوان العام قلبي. طيب فبالتالي قال لك ده بيعود بالنفع على المصريين في شويه حاجات، سواء القضاء او المواريث او الملكيه العقاريه او الضرائب. يعني مستر احنا اللي هيعلمنا وهيعرفنا الدواوين هو الديوان العام، وهيعرفنا طريقه عمل الدواوين هو الديوان العام. يعني الديوان العام ده مهم زائد ان هو الاول مره البدو يدخلوا في الحياه السياسيه كان في الديوان العام. طيب فهنا قال لك الناس دول لما علمونا على نظام مجلس الشورى ونظام الاقتراع السري، فوسيله الاقتراع السري دي كانت من ضمن النظام الاداري في فرنسا. يا مستر ده كده بيحصل تسرب للثوره، بالظبط، تسرب مبادئ الثوره داخل مصر. طيب نيجي نبص على الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه. اقتصاد، زراعه، صناعه، تجاره، نقل. تمام. او سياحه، سوري. زراعه، صناعه، تجاره، سياحه. اي حاجه بتجيب فلوس، اي حاجه هتدخل لك فلوس، ده اقتصاد. تمام. طيب الزراعه، قال لك فرنسا دي كانت اول ناس في مصر تطور الزراعه. مستر طب والسلطان العثماني مش قلنا اهمل امور الزراعه؟ صح، وعمل نظام انتفاع ونظام التزام. ايوه يا مستر افتكرت. فبالتالي اول ناس هتطور الزراعه كانوا مين؟ قال لك الفرنسيين. طيب فهتيجي تبص هتلاقي ان علماء الحمله هنا بداوا ان هم يدرسوا مجرى نهر النيل. تمام. طيب بعد كده هيبداوا ان هم يعملوا فحص. فحص يعني القنوات كانت موجوده للقنوات والجسور. اشمعنى؟ قال لك عشان نطور الزراعه، والزراعه دي تعتبر اهم انجازات الحمله الفرنسيه. تمام. طيب بعد كده قال لك احنا هناخد حته ارض او قطع اراضي، هتعمل بيهم ايه؟ هتزرعهم؟ قال لك لا هاخدهم ليا. ليه يا عم؟ قال لك عشان تطلع غلات اللي فرنسا هتحتاجها. مستر فرنسا هتحتاجها؟ ايوه يا باشا. مش قلنا ان كانت انجلترا واقفه في البحر المتوسط، فما فيش امدادات بتيجي لفرنسا ولا للجنود الفرنسيه، فهياكلوا منين؟ هياكلوا من الشعب المصري. فهياخدوا اراضي يزرعوها لنفسهم. يعني بالتالي يا مستر دلوقتي اقدر اقول له ان ابو قير البحريه اثرت على مصر؟ ايوه اثرت على مصر. منعت التجاره وخلت فرنسا تاخد مننا جزء من الاراضي عشان تاكل مين؟ الجنود. طيب بعد كده هياخدوا بقى اراضي تانية يروحوا عاملين عليها تجارب. طيب التجارب ديت لايه؟ قال لك تجربه عشان يجربوا يزرعوا البن والقصب. وبدا بعد كده الناس تنتقد الحمله الفرنسيه. ليه؟ عشان هم علموا المصريين زراعه البن والقصب. طب ما علموهم يا مستر؟ لا، الاقتصاد بتاعهم كده هيقل. هناخد منهم بن؟ مش هناخد بن. هناخد منهم قصب؟ مش هناخد قصب. فانت علمت المصريين ازاي يزرعوا البن والقصب. فبالتالي زراعه البن والقصب ده كان احد اوجه النقد اللي توجه للفرنسيين. طيب فهنا قال لك فرنسا كانت يعتبر عندك ارض هاتها مزرعه لنفسك. عندك ارض تنفع لزراعه البن نزرع بن. ليه؟ لان هم كان في اعتقادهم ان هم هيخلوا مصر مستعمره فرنسيه. فالناس دي بتفضل مصلحه مصر ولا مصلحتها الشخصيه؟ لا يا مستر بتفضل مصلحتها الشخصيه. تمام. طيب ثلاثه قال لك هيعملوا حديقه. الحديقه دي هنزرع فيها ايه؟ نبات. زي مين يا عم؟ قال لك انا نفسي في خوخ. مصر فيها خوخ؟ عايز خوخ. انت بتاكل خوخ؟ باكله يا مستر، بيعمل لي حساسيه. طيب مين اللي عمل الخوخ ده؟ او مين اللي دخل لك الخوخ مصر؟ اكيد يا مستر الارض الزراعيه. لا يا باشا، فرنسا. يبقى الخوخ رقم واحد.
طب مستر ما بحبش الخوخ، انا بحب الكمثرى. برضه فرنسا. مستر خلاص انا عايز تفاح، برضه فرنسا، يبقى كمان الكمثرى والتفاح فرنسا. طب مستر انا بحب المشمش. مشمش. طيب المشمش هو كمان فرنسا اللي دخلته. فتيجي تبص تلاقي خوخ كمثرى تفاح مشمش، مين اللي دخله عندنا مصر؟ فرنسا. من خلال ايه؟ ان هم عملوا حديقه لزراعه النبات. بعد كده بقى احنا محتاجين شويه غلات، فنزرع الغلات التقليديه زي الرز والقمح والذره عشان ناكل الجنود. طيب ففرنسا هنا عشان تزرع محتاجه تعمل دراسه للمناخ، محتاجه تعمل دراسه على التربه، فلما تعمل دراسه على المناخ والتربه تقول لك مصر ينفع يتعمل فيها زراعه بن او زراعه قصب او زراعه تفاح او مشمش او كمثرى. يبقى بالتالي هنا جاءت معظم التجارب على ايه؟ على المناخ والتربه. طيب هي فرنسا بتزرع لنا ولا بتزرع لنفسها؟ نفسها، يبقى كانت بتعمل استغلال للموارد. طيب فرنسا لسه قايلين ان هي اول دوله تعمل على تطوير الزراعه، تمام؟ زائد انت عندك عندنا خوخ ما كانش عندنا، يبقى ده محصول جديد. محاصيل نمسح جديده. يبقى مين اول ناس تدخل عندك محاصيل جديده؟ الحمله الفرنسيه. طيب مين اكتر ناس بقى تستفاد من الكلام ده؟ هل الصناع التجار؟ لا، الفلاح مستر اكتر واحد هيستفاد. ما كانش عنده تفاح ولا كمثرى ولا بن ولا قصب ولا مشمش ولا خوخ، عارف الزراعات دي كلها. يبقى بدل ما كان بيزرع رز وقمح وذره هيبدا يطور في الزراعه وينوع في الزراعه. طيب نيجي بقى للصناعه. قال لك الواد مينو القصير ده كان عايز يعمل مصر مستعمره فرنسيه. فمينو قاعد في امان الله قال لك احنا نعمل مصانع. مستر مصر ما كانش فيها مصانع. ايوه الصناعات عندنا في مصر كانت ما زالت يدويه بسيطه. مستر الراجل ده هيعمل مصانع. حلو، ده احنا كده هنعرف الصناعه. قال لك لا يا باشا، ده مينو هيمنع تشغيل العمال المصريين. الراجل البارد ده ليه هيمنع تشغيل العمال المصريين؟ قال لك حتى لا تتسرب الى مصر اسرار الصناعه او مبادئ الثوره. لا يا راجل، ما احنا عرفنا الدواوين. قال لك تعرف الدواوين بس ما تعرفش الاقتصاد. انا دلوقتي بحافظ على الاقتصاد بتاعي. فيجي هنا مينو يقول لك احنا هنعمل مصانع للنسيج والحداده والساعات والدباغه. مستر ايه الدباغه دي؟ يعني دباغه الجلد، الصناعه الجلديه. طيب بعد كده الطباعه، وهيقول لهم انا بقترح رجاله يا فرنسيين عدم اضافه اي عمال مصريين. يبقى اهو الراجل ده مش عايز يضيف عمال ايه؟ مصريين. المصريين دول لا. تمام؟ ليه يا عم؟ قال لك حتى لا تتسرب اليهم اسرار الصناعه الفرنسيه. يبقى انت كده يا عم مينو بتحافظ على دوله مين؟ فرنسا. وطالما انا بحافظ على الدوله الفرنسيه يبقى انا بحافظ على الثوره رقم واحد وعلى القوميه الفرنسيه. تمام؟ يبقى هنا مينو ده رفض اشراك المصريين ليه؟ قال لك حفاظا على القوميه الفرنسيه. بعد كده قال لك طب ما احنا محتاجين نشغل المصانع دي بكهرباء. قلنا له هم اللي قالوا له مش احنا. طيب نجيب كهرباء منين؟ مصر دوله متخلفه. تمام؟ طب ما احنا نعمل طواحين هواء. تمام؟ يبقى الراجل ده قرر انشاء طواحين الهواء. ليه يا عم؟ قال لك عشان توفر له الطاقه اللي تشغل المصانع. مستر طب ما دي تكنولوجيا جميله قوي. ايوه تكنولوجيا. يبقى الراجل ده اول من حرص على ادخال مظاهر التكنولوجيا الى مصر. مين الراجل ده؟ قال لك مينو. معظم انجازات الصناعه كانت في عهد مينو. طيب فتيجي تبص قال لك ده دلوقتي تفوق لفرنسا وتقدم لفرنسا. ده مصر كده دوله متخلفه. تخيل طاحونه الهواء احنا مش عارفينها. طيب رقم ثلاثة قعد يبص طب ما احنا محتاجين نعمل تجاره. حلو، طب نعمل تجاره مع مكه. قلنا له حلو. مين اللي كان متفق مع مكه؟ انا اعرفها كمان شويه. قال لك نابليون ما كان متفق مع شريف مكه. طب يلا روح لمكه، هتروح عون؟ ما انت السفن بتاعتك اتكسرت في بؤير البحريه. قال لك لا، ما اصل انا وانا ماشي اكتشفت ان كان في دار سفن واحنا داخلين القاهره. قلنا له دار سفن وموجوده يعني بتاعت الناس اللي قبلك المماليك؟ قال لك ايوه بتاعت المماليك. اصل احنا واحنا جايين كسرناها، طب ما احنا نصلحها. فهنا مينو هيقرر يصلح دار السفن التابعه لمراد اللي كان ماسك المماليك. يبقى هنا اصلاح دار صناعه السفن اللي كان مين انشاها؟ مراد. يبقى دلوقتي مينو استفاد من المماليك ولا ما استفادش؟ استفاد من المماليك. يبقى مينو اعتمد على انجازات المماليك ولا ما اعتمدش؟ اعتمد على انجازات المماليك. من خلال ايه؟ قال لك من خلال اصلاح دار السفن. يبقى هنا اعتمد مينو في اصلاحاته على قدرات المماليك التي تتمثل في دار صناعه السفن. طيب نروح بقى للتجاره. قال لك التجاره تمام، احنا قاعدين كده لقينا، تعال بص هنا كده البحر المتوسط وادي نهر النيل
وادي البحر الاحمر. قال لك مين اللي كان واقف هنا؟ انجلترا مستر. انجلترا معوقه. فانجلترا واقفه فين؟ في شمال مصر. هل هتعرف تتاجر في شمال مصر؟ لا يا مستر، ده احنا لو رحنا ناحيه انجلترا هتكسرهم. انجلترا قويه بحريا وفرنسا قويه بريا، اوعى تنساها. فكده مين ولما يجي يعمل تجاره في الشمال؟ لا. طب نابليون لما يجي يعمل تجاره هيعرف يعمل تجاره في الشمال؟ لا. طب انا اعرف اروح فين؟ مستر طب ما احنا نروح عند البحر الاحمر. بالظبط، ده اللي هيحصل. طب مين اللي هنا يا مستر ممكن نتاجر معاه؟ قال لك مكه. طيب باذن الله الترم الثاني لما نجيله عايزك تبقى فاكر ان انجلترا هتقف هنا. تمام؟ ليه؟ عشان تقطع على فرنسا. مش عايزك تعرفها دلوقتي خالص، هنعرفها الترم الثاني باذن الله. طيب وانجلترا كمان هتحتل جزيره هنا اسمها جزيره بريم. تمام؟ ليه؟ قال لك عشان ما تخليش فرنسا تعدي من البحر الاحمر. يبقى هي كده بتحاصر فرنسا، ففرنسا ما تقدرش تتاجر غير مع مكه، او تنزل للجنوب مع السودان. يبقى انا يا اما هتاجر شرقا يا اما هتاجر جنوبا. يبقى التجاره دلوقتي اسمها تجاره اقليميه. ليه؟ مش عالميه، انت بتتاجر مع الناس اللي جنبك، يبقى تجاره اقليميه. فتيجي تبص يقول لك التجاره اثناء الحمله الفرنسيه وقعت. ليه؟ لان انجلترا تحاصر شواطئ البحر المتوسط. وعهد مين؟ خلال عهد مين اللي كانت التجاره بايظه خالص؟ قال لك نابليون وكليبر. يبقى هنا في عهد نابليون وكليبر مفيش تجاره. تمام؟ ولكن نابليون كان اتفق مع شريف مكه، هتعرف دلوقتي. ايه السبب؟ قال لك حصار الاسطول الانجليزي للشواطئ المصريه في الشمال، زائد ان الجيش العثماني واقف هنا لون تاني عشان قلنا هنظبط عينيك. الجيش العثماني واقف هنا كده في سوريا. طيب فتيجي تبص تلاقي الحاج نابليون قال لك انا رايح اتبع سياسه جديده مع مين؟ قال لك مع شريف مكه. سياسه اسمها سياسه التفاهم، يعني راح يتفاهم معاه ويتفق معاه ويقول له ايه رايك يا عم شريف مكه؟ اما ادي لك تجاره، انت تاخد مني وانا اخد منك. فشريف مكه قال له موافقين. تمام؟ طب ده جهه ايه؟ قال لك ده كده جهه الشرق. فمينو يكتشف ان نابليون ما لحقش يعمل تجاره مع شريف مكه، وشريف مكه دلوقتي موجود. انما نابليون قال لك نابليون سافر لفرنسا عشان يحارب مين؟ النمسا. فيستغل مينو الاتفاق بتاع نابليون ويقرر ان هو يعمل تجاره مع شريف مكه. مستر يعني كده كمان مينو استفاد من نابليون؟ زي ما مينو استفاد من المماليك بالظبط. فهنا قال لك خلاص مينو يعمل على احياء التجاره الخارجيه. ازاي يا عم مينو؟ قال لك انا هفتح اسواق جديده لمصر. فين؟ قال لك جهه الشرق مع شريف مكه. فالمراكب تمشي من جده وينبع والسويس محمله بالانسجه القطنيه والشيلان الصوفيه. ايه الشيلان ديت يا مستر؟ الشال اللي بيتلبس ده. تمام؟ يعني انت هنا بتتاجر في ايه؟ قطن وصوف. قطن وايه؟ وصوف. طيب تجاره مينو بقى قال لك على المحاصيل الزراعيه زي القطن والصوف. بعد كده قال لك احنا نعمل علاقات في الجنوب. مع مين في الجنوب يا عم الحاج؟ قال لك مع سنار ودارفور، الاثنين دول في السودان. ونروح نعمل تجاره تحت شويه شويه كده مع الحبشه. يبقى انت سنار، دارفور، الحبشه، يعني الاثنين جهات الجنوب. يقرر مينو بعد كده ان هو يتجه شويه للغرب. للغرب يا مستر؟ ايوه شويه قليل. تمام؟ يروح لفين؟ قال لك يروح الى دول شمال افريقيا، الى الدول العربيه في شمال افريقيا. يعني نابليون اتفق مع شريف مكه، بس مين اللي تاجر مع شريف مكه؟ مينو. ومين اللي هيتاجر في الجنوب؟ مينو. ومين اللي هيشغل التجاره تاني؟ مينو. مين اللي هيصل الى منطقه القرن الافريقي؟ مينو. مستر ايه القرن الافريقي ده؟ هتاخدها يا باشا في الجغرافيا اهو. الحته دي اسمها القرن الافريقي اللي هي في افريقيا. تمام؟ ده اسمه القرن الافريقي. مين اللي هنا؟ قال لك الحبشه، اللي هي مين دلوقتي؟ اثيوبيا. طيب بعد كده مجال الصحه. مين يهتم بالصحه؟ يهتم بالصحه، المجال الاجتماعي. طب هتعمل ايه في الصحه يا عم مينو؟ قال لك المصريين معفنين نعمل لهم محاجر صحيه، انما الفرنسيين كويسين نعمل لهم مستشفيات عسكريه. ايه ده؟ ايه التفرقه دي؟ قال لك اهو بالظبط. احنا في الصحه نعمل محاجر صحيه لمين؟ للمصريين. يبقى المحاجر الصحيه هنا للمصريين. طيب فين يا عم؟ قال لك في القاهره، اسكندريه، دمياط، رشيد. ايه ده؟ ده من هنا اسكندريه ودمياط ورشيد ده في شمال مصر، يعني وجه بحري،
يعني معظم اصلاحات مينو في الصحه كانت في شمال مصر او الوجه البحري. طيب بعد كده قال لك هنعمل مستشفى عسكري لجنود الحمله والحمله الفرنسيه. حلو حلو. طيب ليه يا عم مينو بقى انت بتعمل الكلام ده؟ قال لك انا بعمل الكلام ده لاجراءات وقائيه. خايف من ايه؟ خايف من الناس تتعب فالعدوى تنتشر فالجيش بتاعي يموت، ما بيجيليش امدادات. يعني هنا مينو كان اجراءاته وقائيه. نيجي على القضاء. قال لك دلوقتي انا عندي في القضاء مينو هيغير القضاء ونابليون هيغير القضاء. طيب نخلينا الاول في نابليون. فاكر نابليون لما طلع الرحله بتاعته او الحمله بتاعته الى الشام كده، لما راح الى عكا وفشل؟ اه مستر فاكر، ده رجاله عكا جامدين وما خلوش يدخل بسبب دعم انجلترا زي الفل. نابليون ده وهو راجع بعد ما فشل كان غضبان. طب غضبان من مين؟ قال لك غضبان من الدوله العثمانيه. طب ليه غضبان من العثمانيين؟ قال لك لان العثمانيين باعتين له حمله. فيرجع نابليون الى مصر بسبب تدهور علاقاته مع الدوله العثمانيه، يقول للقضاه العثمانيين تعالوا كده انتوا قضاه، هيقولوا له اه، يقول له يلا مع السلامه عشان الكلمه الثانيه. تمام؟ فهنا مينو نابليون قصدي يبدا يقضي على النظام القضائي العثماني. مفيش عثمانيين يشتغلوا في القضاء، يلا مع السلامه يا باشا انت وهو. فيقول لك يلا بعد ما رجعت من حمله عكا اهو هعمل تغيير في نظام القضاء العثماني، فهحط العلماء المصريين. مستر علماء مصريين يعني كده طبقه وسطى، يعني الطبقه الوسطى اشتركت في الدواوين واشتركت في القضاء. يعني نابليون مهتم بالطبقه الوسطى، يعني نابليون مهتم بالعلماء، يعني نابليون بينفذ المنشور بالظبط. طيب قال لهم بصوا يا جماعه انا هعينكم بطريقه الانتخاب. انتخاب؟ احنا ما كانش عندنا انتخاب ده يا ابني، افهم، مش انا علمتك تعمل حاجه اسمها مجلس الشورى او نظام الشورى؟ ايوه صح يا مستر، ده احنا اتعلمناه في الديوان العام. فانت اتعلمته، تعالى طبقه. هطبقه؟ يعني انا اللي هنتخب القاضي؟ بالظبط، انت اللي هتختار القاضي. يبقى القاضي هنا كان بيتم بايه؟ بالانتخاب. تمام؟ طب هو العثمانيين كانوا بيعينوا القاضي ازاي؟ قال لك تعيين فلان الفلاني اتعين تركي. يعني دلوقتي بقى انتخاب، الاول ايام العثمانيين كان تعيين. يعني كان بيتم الاول بنظام اسمه نظام التعيين، دلوقتي بقى بيتم بنظام الانتخاب. مين اللي عمل على تغيير القضاء لاول مره؟ نابليون. يعني دلوقتي بقى في تمصير ولا مفيش تمصير؟ قال لك في تمصير. غير بقى اللون عشان ايه؟ انهي لون؟ تعالى. فهنا نابليون قال لك شال الاتراك نتيجه سوء علاقاته مع الدوله العثمانيه وعين المصريين، فكان اول تمصير للقضاء في مصر في عهد نابليون. يعني ايه تمصير يا مستر؟ يعني العمال مصريين او اللي شغال مصري. طيب بعد كده نابليون بيبص قال له هو انتوا بتعملوا القضيه بكام؟ قال له والله على حسب دماغنا، لو راجل غني ناخد منه فلوس كتير، لو راجل فقير ناخد منه فلوس قليله، او لو راجل غني وبنحبه ناخد منه فلوس قليله. ولو واحد فقير جاي يعمل قضيه في واحد غني فنقول له الاتعاب بتاعتها كتير جدا عشان يتنازل عن القضيه وما يعملش القضيه في الراجل اللي احنا بنحبه. لهم اه ده ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. بس مش قوي، اصل احنا بنحب الواسطه، كل حاجه بتمشي بالواسطه. مش هنكمل. طيب فيجي نابليون يقول لك ايه؟ احنا يا عم الحاج نحدد اتعاب القضاء بالتساوي بالعدل. نعمل عدل ازاي؟ قال لك انا هحدد الرسوم 2% من قيمه المتنازع عليه. نابليون ده شخص ظالم، مش هيخليني اعرف اخد رشوه بعد كده، ولا هيخليني اعرف ابقى ظالم، ولا هيخليني اعرف احكم بالواسطه. ليه؟ قال لك لان الشعب كله عارف ان رسوم التقاضي بقت كام؟ 2%. يعني الراجل ده عدل ولا مش عدل؟ قال لك عدل. يعني عكس الدوله العثمانيه اللي كانت متروكه لمين؟ للاهواء، براحته حدد اللي انت عايزه. طيب يمشي نابليون فيجي من بعده مينو. فمين يقول لك يا عم الحاج انا راجل ما بحبش الاسلام، ربنا يشيله، لا الحمد لله هو مات. يقول لك انا راجل ما بحبش ايه؟ الاسلام. انا دلوقتي لو شخص مسلم قتل شخص مسلم تاني عن طريق الخطا او اي شخص عن طريق الخطا، ففي مبدا عندنا في القران اسمه الديه. تمام؟ طيب مبدا الديه ده ان انت بتدفع ديه للقتيل او لاهل القتيل، خلاص مجرد التنازل. ليه؟ لانك انت قتلت بالغلط. طيب مين يقول لك لا انت حتى لو قتلت بالغلط يتحكم عليك؟ يا عم الحاج ده في الدين الاسلامي. يقول لك لا ماليش دعوه بالدين الاسلامي.
فيقول لك مينو الغاء مبدا الديه. ما عنديش ديه، انا هلغي مبدا الديه. يا عم الحاج ده في القران قال لك انا اصلا هخالف الشريعه الاسلاميه. بعد كده قال لك احنا محتاجين بقى نعمل سلم اجتماعي وعدل. تعمل عدل ازاي يا عم؟ وسلم اجتماعي ازاي؟ قال لك اهو انا عايز اعمل السلم سلم اجتماعي. طيب ازاي بقى تعمل سلم اجتماعي؟ قال لك انا عايز اعمل محكمه لكل طائفه. لو انت من الاقباط ليك محكمه، لو انت من الشوام اللي هم من الشام ليك محكمه، لو انت الروم محكمه، يهود محكمه. يا ابني طب ما انت كده بتطبق العدل. اه انا شخص عادل. طب ما تسيب مبدا الشريعه الاسلاميه ومبدا الديه؟ لا الاسلام لا. فهنا مينو طبق مبدا العدل والسلم الاجتماعي. طيب نيجي بقى نبص على الاثار الفكريه والعلميه للحمله. طيب الراجل ده او الحمله الفرنسيه عموما وهي جايه لمصر كانت جايه ب 142 عالم. ايه ده؟ 142 عالم؟ ليه يا عم نابليون؟ قال لك لان انا كنت عاوز ادرس مصر. كان عايز يدرس ايه؟ مصر. يعني الحمله دي كان فيها جزء علمي ثقافي. قال لك اه يعني الحمله جايه تدرس مصر بالظبط. فنابليون جاب معاه وهو جاي علماء من كل الفروع. كم عالم يا مستر؟ قال لك 142 عالم. يعني ده يدل ان الحمله ما كانتش حمله عسكريه شامله او بحته، وكانت حمله عسكريه علميه بالظبط. طيب زائد ان هو هيجيب شويه فنانين وشويه مصورين وشويه نحاتين ورسامين وموسيقيين. ليه يا عم؟ قال لك عشان يدرسوا مصر ويقعدوا سوري 146 عالم ويقعدوا يشوفوا كده مصر كذا مصر كذا مصر حلوه مصر مش عارف ايه. يا نابليون قال لك اه انا هدرس مصر. تمام. طيب تدرس مصر في كل الفروع؟ قال لك اه هدرس مصر في كل الفروع. فيجي يبص إيه الراجل ده يقول لك احنا وصلنا لشويه افكار جباره. طيب زي ايه؟ قال لك زي المجمع العلمي. اه مجمع علمي. ايه المجمع العلمي ده يا مستر؟ او المجمع العلمي، بس هو المجمع طبعا. قال لك نابليون قال لهم بصوا يا جماعه انا هعمل لكم في مصر حاجه معموله بالظبط في فرنسا. حاجه معموله بالظبط في فرنسا؟ اه مش انا عملت لكم الدواوين زي اللي في فرنسا؟ ايوه هعمل لكم حاجه اجمد منها. زي ايه؟ قال لك زي المجمع العلمي. فنابليون بدا يعمل المجمع العلمي جنب الديوان العام. جنب الديوان الايه؟ العام. طيب ده زي فين؟ قال لك زي اللي معمول في فرنسا بالظبط. الديوان العام معمول في فرنسا جنب المجمع العلمي. فانا هعمل لكم زي فرنسا. فهنا قال لك على غرار المجمع العلمي الفرنسي في باريس، واللي كان نابليون نفسه عضو هناك. تيجي تبص مجمع علمي اه علماء بالظبط، رسامين مصورين. مستر المصريين كده هيشوفوا حاجات عمرهم ما شافوها. بالظبط المصريين هيبصوا كده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الناس دي؟ مستر طب احنا المجتمع بتاعنا كان مجتمع يسود الفقر والجهل والتخلف والشائعات والخرافات والسحر والدجل والشعوذه. اه زائد ان احنا كان عندنا جزء في الازهر او الاغلب بيتعلم في الازهر. فنبص نلاقي البت ماشيه بهوت شورت ولا ايه ده؟ طب ما نعمل زيهم. لا مش هنعمل زيهم، ما ينفعش حرام. فنبص نلاقي مش عارف ايه ماسكين المشروبات في ايديهم حرام. طب ما نجرب. لا حرام. فهنا بدأ يحصل ازدواجية فكر. تمام. هل هم صح ولا احنا اللي صح؟ نعمل زيهم ولا ما نعملش زيهم؟ فحصل ايه؟ ازدواجية الفكر بسبب المجمع العلمي، وهنعرفها دلوقتي. طيب المجمع العلمي ده بقى هيعمل ايه؟ اهدافك ايه يا عم الحاج؟ قال لك العمل على تقدم العلوم والمعارف. اه يعني الدور بتاعه دور علمي. زائد احنا هندرس المسائل الطبيعية في مصر، دراسة المسائل الطبيعية، وهندرس كمان المسائل الصناعية في مصر. هتفيد مينه؟ طيب وهندرس تاريخ مصر كله. يبقى دلوقتي عندك مسائل طبيعية، مسائل صناعية، مسائل تاريخية. ده المجمع العلمي. وبعد ما ادرس الحاجات دي ادي رأيي للحكومة. ايه ده؟ يعني دلوقتي الناس دول ربطوا السياسة بالعلم بالظبط. ما هو المجمع العلمي بيدي رأيه لمين؟ للحكومة في المسائل اللي الحكومة تستشيره فيها. يعني هو مش هيروح يقول لهم على فكرة انا اكتشفت كذا 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 كذا. لا لما انا اجي اسالك كحكومه انت ترد عليا برايك. يبقى هنا في المسائل الذي يستشار فيها. يعني دلوقتي احنا ربطنا او هم ربطوا السياسه بايه؟ بالعلم. زي مين ده يا مستر؟ قال لك زي فرنسا. يعني زي الحال فين؟ في فرنسا.
طيب مش احنا قلنا في المسائل الذي تستشير فيها؟ يعني السلطه بتاعته سلطه استشاريه. طيب نيجي بقى نبص نلاقي الانجازات اللي هو عملها. قال لك مطبعه مطبعه مطبعه. ايه مطبعه مطبعه مطبعه؟ يجي هنا يعمل مطبعه عربيه وواحده فرنسيه. يعني هنا هيعملوا مطبعتين، واحده عربيه وواحده فرنسيه، واحده باللغه العربيه وواحده باللغه الفرنسيه. طيب مطبعتين جريدتين، تمام. يبدا ان هو يعمل اصدار لجريدتين، الاثنين يا عم الحاج فرنسيين، واحده بتتكلم في السياسه واحده بتتكلم في العلوم والاقتصاد. يبقى انت عندك جريده سياسيه جريده علميه اقتصاديه. مين اللي عملها؟ المجمع العلمي. يبقى واحده سياسيه والثانيه علميه واقتصاديه. طيب بعد كده مينو بقى يبدا يخاف من المصريين، يقول لك انا خايف المصريين تعمل ضدي زي ما حصل ضد مين؟ ضد نابليون وكليبر. فانا يا عم الحاج اعمل زي نابليون واحذر المصريين، يعني هيتخذ طريقه وقائيه، تمام. فيحذر المصريين ازاي؟ قال لك ان هو يطلع لهم جريده باللغه العربيه. طب انت هتعمل ايه في الجريده العربيه دي؟ قال لك هحذرهم. تحذر يعني دلوقتي انت بتحذر المصريين، فاحنا دلوقتي الناس بتطلع تقول نشره الاخبار كذا وكذا وكذا، يعني زي وسائل الاعلام، زي وسائل ايه؟ الاعلام. طيب فهنا مينو يبدا يحط الاوامر والقرارات عشان يوضح اغراض الحكومه، يعني اعتمد مينو على وسائل مقروءه لفرض القرارات من خلال الجريده. طيب زي مين؟ قال لك يتشابه مع نابليون. طب يتشابه مع نابليون في ايه؟ قال لك نابليون ده كان عمل منشور، والمنشور هو كمان مقروء، والمنشور ده كان لهدف وقائي خوفا من مقاومه المصريين. فبالتالي مين اللي زيه بالظبط؟ مينو. فمينو يقول للناس خدوا بالكم انا بعمل لكم تحذير، يعني انا بعمل لكم تهديد، بهددكم اهو زي نابليون بالظبط، من الاستماع لمين؟ لاصحاب الميول المعاديه للفرنسيين. خدوا بالكم اللي هيتفق مع اي حد معادي لفرنسا هموته، تمام. طيب يبقى هنا مثلت اجراءات وقائيه وبيتشابه مع مين؟ مع نابليون. طيب برضه نابليون عمل اجراء وقائي قبل كده. عمل ايه الاجراء الوقائي اللي عمله؟ قال لك فاكر لما نابليون لقى حمله جايه له كده وحمله جايه له كده، فقرر ان هو ما يوقفش يفكر في النص ويقرر ان هو يطلع حملته على الشام. جامد ده. هتطلع الحمله على الشام ليه يا عم نابليون؟ قال لك انا هطلع الحمله على الشام عشان اوقفها. يبقى الغرض هنا كان غرض وقائي او هجومي دفاعي، تمام. طيب اقضي على الحمله اللي في الشام لما راح عكا قبل ما توصل الحمله البحريه اللي من الشمال. طيب المهم نيجي نبص نلاقي ان كان عندنا تدهور ثقافي اهو في زمن العثمانيين. التدهور ده اثر علينا ومشاركتنا في الحياه في الحياه السياسيه. امتى بقى اللي اثر او ايه اللي اثر؟ المجمع العلمي. طيب الاعمال الكبرى بقى للحمله. بص يا عم الحاج الحمله عملت ايه عندك في مصر؟ قال لك دلوقتي الناس دي قاعده في امان الله، فقالت لك خد بالك احنا جايين ناويين نعمل قناه تربط البحر المتوسط بالبحر الاحمر، قناه السويس، ولكن حصل خطا حسابي كده. قال لك ان البحر الاحمر منسوبه اعلى من البحر المتوسط، فلو عملنا القناه مصر هتغرق. يبقى عندهم ايه؟ خطا حسابي. فالخطا الحسابي ده كان غلط اصلا، يعني هم كانوا غلطانين في الغلط، تمام. هو مفيش بحر اعلى من الثاني، الاثنين كانوا في نفس التساوي، وده اللي هنكتشفه بعد خروج الحمله الفرنسيه لما تيجي تعملها في عصر بليسبس او في عهد بليسبس. طيب فتيجي هنا تحاول ان هي تعمل قناه تربط بين البحرين الاحمر والمتوسط. الخطا في ايه؟ قال لك في حسابات مستوى البحر. طيب يعني الخطا هنا اخطاء رياضيه، بدل يا عم يقول لك 1.7 قال 17، فبالتالي طلع خطا في الحساب. طيب المهم قال لك فكره توصيل البحرين دول من مهام مين؟ المجمع العلمي المتمثل في دراسه المسائل الطبيعيه. مش دي طبيعه مصر؟ مين اللي كان بيدرس المسائل الطبيعيه؟ المجمع العلمي. يبقى هنا القناه طبعا من فكره مين؟ المجمع العلمي. طيب بعد كده هيألفوا كتاب اسمه كتاب وصف مصر، بيتكلم عن مصر بالكامل، تمام. وده كان يعتبر اول موسوعه بتتكلم عن مصر في تاريخ مصر، اول موسوعه في مصر. طيب مين اللي عمله؟ الحمله الفرنسيه. بعد كده واحد اسمه ماشي شامبليون قال لك حجر نقراه. تقرا ايه يا عم؟ هي ديت لغه؟ قال لك هحاول اقراها. فبيبص شو ده هيروغليفي، تمام. عرفت تقراه يا عم شامبليون؟ قال لك عرفت اقراه. قدر شامبليون ان هو يفك رموز حجر رشيد.
فبالتالي هم اكتشفوا حجر رشيد وفكوا رموز اللغه الهيروغليفيه. تمام؟ طيب فتيجي تبص انت لما تفك رموز اللغه الهيروغليفيه، ما احنا هنعرف التاريخ المصري، فهتكون انت سبب في التعرف على التاريخ المصري. فكانت الحمله هو سبب في التعرف على تاريخ ايه؟ مصري. فالحجر ده يعتبر الاكثر تاثيرا على المجال الحضاري، لان احنا من خلاله قدرنا ان احنا نقدر نقرا اللغه الهيروغليفيه. طيب الصدمه اللي احنا لسه قايلينها من شويه، قال لك الحمله الفرنسيه كانت صدمه حضاريه على مصر. صدمه ايه؟ حضاريه زائد صدمه ثقافيه. ليه يا عم؟ قال لك اولا فكره الدواوين. الفكره دي ما كانتش جايه لنا ان احنا نشارك احنا كمان في الحكم. فهنا فكره الدواوين قال لك نبهت، عملت لمبه كده في دماغ المصريين. تمام؟ الى ايه؟ قال لك ان احنا لازم نشارك في الحكم، وده هنعرفه الدرس الجاي ان شاء الله ان الدواوين هتاثر ازاي. فالمصريين هنا دخل في دماغهم ان احنا لازم نشارك في ايه؟ في الحكم، بدلا من الحكم المطلق الفردي المستبد اللي هو كان بتاع السلطان العثماني. طيب فهنا ما تنساش ان الدواوين بتاعه السلطان العثماني والدواوين بتاعه الحمله الفرنسيه الاثنين مع بعض كانوا بيخدموا مين؟ السلطه. الاثنين بيخدموا السلطه. طيب احنا بقى قاعدين في مصر كده، فشفنا اللي بيحصل في اوروبا. شفتوا ازاي؟ قال لك ما انا ببص كده على المجمع العلمي، فالمجمع العلمي ده نافذه تطل منها مصر على اوروبا، يعني ده اكنه الشباك اللي انا شايف منه مين؟ اوروبا. تمام؟ طيب انت شايف اوروبا دلوقتي؟ اه يا مستر بشوفها على الموبايل. يبقى مين اللي مخليك تشوف اوروبا؟ الموبايل. طب انا مين اللي مخليني في الوقت ده اشوف اوروبا؟ المجمع العلمي. يبقى المجمع العلمي كان بمثابه النافذه التي تطل منها مصر على اوروبا. يعني احنا شايفين اوروبا قدامنا اهو من خلال المجمع العلمي. تمام؟ فقال لك المجمع العلمي اهو نافذه تطل منها مصر على اوروبا، وبنعرف اللي بيدور في اوروبا من خلاله. يعني هو كده في عزله ولا ما فيش عزله؟ مستر العزله ايام السلطان العثماني، يعني دلوقتي ما فيش عزله. طيب نيجي بقى للفرنسيين، نلاقيهم قاعدين بياكلوا بالشوكه والسكينه، واحنا المصريين كان بيعمل كده وياكل. ايه يا ابني ده يا ابني؟ قال لك تصدق الناس دي شكلها نظيفه؟ تبص كده تلاقي الفرنسيين بيغسلوا اسنانهم الصبح. جامد، ما احنا نعمل زيهم. تيجي تبص تلاقي الفرنسيين لبسهم لبس غريب. طب ما نحاول نعمل زيهم. طب ده اسمه ايه؟ قال لك نعمل زيهم. نعمل زيهم يعني انا دلوقتي انا اللي صح ولا هم اللي صح؟ انا صح، لا هم صح، لا هم صح، لا انا اللي صح. ده اسمه ايه؟ قال لك ده اسمه ازدواجيه الفكر. فالمجمع العلمي هنا اول مره في تاريخ مصر يحصل ازدواجيه فكر من خلال المجمع الايه؟ العلمي. فاحنا شفنا ان في عادات وتقاليد تانية، وفي نظام حياه تاني، وفي مطلق للحياه كده اللي هو ايه ده يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بناكل بشوكه وسكينه؟ ده احنا بناكل بايدينا. فقال لك دلوقتي احنا شايفين ان في انماط من الحياه والعلاقات في اوروبا مختلفه تماما عن المجتمع والتقاليد الشرقيه. تمام؟ ده لحد دلوقتي. ففي شويه ناس بداوا يقلدوا مين؟ النوع ده. لحد دلوقتي انت لابس الكوتش الدبابه دوت ازاي؟ قال لك اصل مش عارف فلان الفلاني لابسه. فانت كده كده الشعب كله، الناس كلها بتقلد. الحاج عمرو دياب لابس كوتش مش عارف مكتوب عليه ايه، انا هروح اجيبه. ليه؟ عمرو دياب كان لابسه. حلو يا ابني انا هجيبه، ده بتاع عمرو دياب. انت مش شايف؟ فاحنا اصلا من عادتنا ان احنا بنقلد. فلما تشوف الناس الفرنسيين بتعمل كده قال لك نحاول نقلدهم. فاتجه بعض الناس ان هي تحاكي النمط الاوروبي. طيب يعني انت حاولت تاخد الحضاره الاوروبيه، يعني احنا حصل عندنا حاجه اسمها ازدواجيه الفكر. ازدواجيه الايه؟ الفكر. طيب الحمد لله ندخل الحصه الجايه على الباب الثاني. الحمد لله كده خلصنا من الباب الاول. انتظر معايا مراجعه الفصل الاول او الباب الاول كامل ان شاء الله، زائد حل الباب الاول كامل. بعد كده ندخل على محمد علي وعيال محمد علي ونبدا مرحله التاريخ الجد. خليك فاكر مشيلش التاريخ هيشيلك، اوعى تراكم، وحياه امك اوعى تراكم. ماشي؟ استناني الحصه الجايه. مع السلامه.